كام مرة سألت نفسك هو أنا ليه متمسك بحاجة وأنا عارف كويس إن مش هلاقي منها نتائج؟ أيا كان بقى لعب كورة، تمثيل، رياضة ما مش مشهورة في مصر، بس أنت بتحب إنك تمارس اللعبة دي وبتلاقي نفسك فيها، بس أنت عارف إنك مش هتلاقي منها نتيجة مجزية. أهو ده نفس الفكرة في فيلم النهاردة. فيلم ذا ريسلر اتعمل سنة 2008، وخلوني هنا أتقمص دور عمر أبو الفخد أبو المجد من عناية ونبتدي شرح وتحليل فيلم ذا ريسلر وإزاي الفيلم ده عظيم. ولو شايف إنها فيلم عبارة عن مصارع بيحب المصارعة وبس كده، فأنت محتاج إنك تشوف الفيلم تاني وتالت ورابع، لأن المؤلف هنا ما كانش قصده إنه يتكلم عن مصارعة على فكرة، وفي رسالة أعمق من كده بكتير بس أنت مش واخد بالك. مبدئيا كده قبل ما نبتدي تحليل الفيلم، ده اتعرض على هولك هوجن إنه يعمل الشخصية الرئيسية للفيلم، وكان موافق والدنيا تمام، بس بدون أي مقدمات. رفض ليه؟ محدش عارف، يمكن عشان ما فهمش الفكرة او الرسالة اللي بتوصلها الفيلم للمشاهد، لحد ما وقع الاختيار على ميكي روك هو اللي يلعب الدور. نيجي بقى على اوبننج الفيلم بيبدأ بالتتر اللي احنا نفهم منه بانه كان مصارع مشهور جدا في الثمانينات، والنجم الساطع واللي ليه مستقبل كبير، وواضح انه كان نجم ومتقدر وهيبقى اغنى مصارع في امريكا، مش كده؟ ويخش قاعة الهول اوف فيم، مصارع تقيل يعني، وقدم للمجال طاقة وتعب سنين، لحد ما المخرج يقطع المزيكا ونجيبه من ظهره وهو لسه مخلص ماتش ومنهك. لكن المرة دي يجي البروديوسر كرمش له $100 يقول له ده نصيبك من الماتش اللي انت لسه لعبه ده. طبعا بيقول له ايه ده؟ فقال له يعني في ماتشات جاية كتير يعني وهنجيبك يا رام، ما تقلقش يا صاحبي، ويسيبه يمشي. ايه ده؟ ايه الاوبننج ده؟ المخرج هنا ما استناش انك تحلم احلام ورديه، هو هنا صدمك بالواقع على طول، لحد ما نشوفه مروح البيت وبيحاول يفتح باب شقته يلاقي المفتاح متغير. صاحب البيت يعتبر طرده عشان ما بيدفعش الايجار، ونشوف المصارع العظيم الليجند ده قاعد في عربيه، ونلاقيه بيفتح صندوق وبياخد منها مسكنات وهو قاعد بيحلم وبيتذكر المجد اللي هو كان فيه زمان، لحد ما العيال الصغيره تصحيه من النوم ويبتدي يلعب معاهم. ونلاحظ هنا ان هو طيب والعيال الصغيره واخدين عليه قوي لانهم بيحبوه فعلا، وده اللي بيمثل الحب النقي اللي كنا بنحبها للمصارعين زمان. كنا فاكرين ان حياته متلخصه جوه الحلبه، انما عمرنا ما فكرنا هو حياته ايه بره الحلبه. يجي يتكلم مع صاحب البيت يقول له يعني عادي يعني رجعني الشقه تاني، انت غيرت الكلام بتاع الشقه وهو ينفع كده؟ قال له انت متاخر بقالك فتره طويله عن دفع الايجار وانا مش هشيلك. لحد ما نشوفه دخل مخزن يتكلم مع حد هناك عشان يشتغل باليوميه، وفعلا يشتغل وياخد الاجر. وده ليه؟ علشان بس يعرف يرجع الشقه تاني اللي بالايجار. لحد ما نيجي نشوفه انه بيخوض ماتش تاني، وفعلا يا جماعه كواليس المصارعه بتبقى كده، كلهم بيبقوا قاعدين في مكان واحد وبيحكوا مع بعض كانهم صحاب، وان العداوات اللي انت بتشوفها في التلفزيون او في عروض المصارعه بتبقى سيناريو، وممكن يكونوا بره الحلبه هم اصحاب عادي. يجي الراجل البروديوسر يحدد لهم الماتشات اللي هيلعبوها النهارده، ورام يتحدد له الماتش بتاعه قصاد واحد جديد لسه بيشق طريقه في مجال المصارعه، ومن الواضح اللي هو محبوب بين الناس والناس بتحترمه وبتديله وضعه، بس الفكره انه مش متقدر من المجتمع. الناس اللي جوه المجال بتعامله كويس، انما بره المجال انت مجرد شخص متشرد. المهم المصارع الجديد ده يخش على رام ويتكلم معاه بمنتهى الاحترام، وباين عليه ان هو مقدره وشاف له ماتشات كتير، فكان بيتكلم معاه على اساس يعني انه ياخد خبره منه، ايه الحاجه اللي هبتدي اطور فيها من نفسي، ايه الحاجه اللي المفروض اقرب لها، ايه الحاجات اللي هبعد عنها، وواضح من عينيه الشغف للمجال. ورام هنا فعلا بيديله نصايح ويقول له تعمل كذا وتعمل كذا. وبصة رام للمصارع الجديد ده هي بصة حسرة على اللي وصل له النهارده والمستقبل المظلم اللي مستني المصارع الجديد المقبل على الحياه ده، برغم ان وشه بيخوف والمكياج بتاعه يبان انه عبدة شيطان، الا ان نعرف انه غلبان في النهايه، لحد ما يخش ويلعب الماتش ويستخدم الحركه الشهيره بتاعت الموس في انه يبان يعني ان وشه بيجيب دم. وكلامي هنا للناس اللي بيقولوا ان المصارع تمثيل، هو فين التمثيل في كده؟ الراجل بيعور دماغه بجد عشان يبان انه بينزل، اعمل زيه وذوق معاناته وقول لي الموضوع سهل ولا صعب. المهم بيخلص الماتش وبيبقى قاعد طبعا منهك وتعبان، لحد ما يجي البروديوسر ويقترح عليه فكره في ان احنا نعمل ماتش بينك وبين المصارع الايراني، الماتش اللي اتعمل بينهم هما الاتنين في الثمانينات وكانت اشهر عداوه في الفتره دي. ولكن يبان على رام في انه رافض الموضوع، في انه مش قابل الفكره يعني. البروديوسر قال له براحتك بس فكر فيها، ولو نويت قول لي بس يلا وانا انظم لك ماتش هيجيب مشاهدات بالكوم. خلص الماتش من هنا ويروح النايت كلاب ونكتشف انه ليه صاحبته هناك، ومش عارف العلاقه اللي بينهم ايه، هل دي مراته
مراته ولا صاحبته ولا عشيقته، ما نعرفش. يخش عليها والبنت سكرانه والرجاله اللي حواليها بيحلووا عليها، نظرا لانها بقت مستهلكه، والتجاعيد اللي بان عليها مع مرور الزمن، وان هي مش زي البنات الحلوه اللي في الكلاب. رام بيزعلهم وبيطردهم بره المكان. وهنا نيجي يا جدعان على لقطه هي قله ادب وما ينفعش انك تتفرج عليها في رمضان، بس احب اقول لك ان اللقطه دي في محلها. هتقول لي ايه ده؟ ايه يا رستول ده؟ انت بتشجع المشاهد الاباحيه ولا ايه؟ اكيد لا طبعا يا صاحبي، بس انا هنا شفتها بشكل تاني. انا شفتها في ان المخرج عاوز يدينا مقارنه بينه وبين صاحبته، بانها كمان مصدر اكل عيشها في انها تعري جسمها. ولو فكرت فيها هتلاقيه ان هو نفس الكلام، هو بيعري جسمه عشان ياكل عيش. وهنا استوقفتني لقطه كانت من فيلم كابوريا، لما محمد لطفي قال لاحمد زكي انت بقيت زي العلمه وخليتنا كمان زي العوالم بنعري جسمنا عشان الناس تتسلى بينا. هتفرق يا عضو، انت بقيت زي العلمه وخليتنا زي العوالم احنا كمان، بقينا نعلي نحملها عشان غيرنا ينقط ويتسلى بينا. انا ماشي. النظرة دي قست عليا انا كمشاهد بحب المصارعة، لان للاسف ده الواقع. المصارعة هي عروض ترفيهية مش زي الام ام اي ولا الملاكمة، هي عروض انت بتشوفها زي عروض السيرك او المسلسلات والافلام والمسارح. وهنا مش بقزم دور المصارعة، بس خلينا صريحين مع بعض. واحد مثلا زي سانتينو ماريلا، زي جريت كالي، زي اوماس، زي اوتس، مصارع طول بعرض بس مش مقاتل حقيقي، هو فعلا بيعري جسمه عشان الناس تتسلى بيه، زيه زي الناس اللي في السيرك بالظبط. هنا الاسقاط كان حلو جدا. ونصيحة لو بتحب المصارعة زي ما تتفرجش على الفيلم ده، لانها هتدوس على قلبك وهتوريك الجانب المظلم من المجال ده. المهم يلعب ماتش تاني، ديس ماتش مع حد احنا شايفينه محترم ولابس نظارة بيتكلم باحترام جدا وتحسه مدرس فيزياء كده في نفسه، بس جوه الحلبة شخصية تانية خالص. وكانت معجنة بقى يا صاحبي. الازاز اللي في الحلبة مش هقولك ان هي بتبقى حقيقي 100%، بس تظل ازاز. السلك الشائك اللي بتشوفها في الماتش، وهنا انا مش بتكلم على الدبل دبل اي، انا بتكلم عن العروض التانية، بتبقى معظم الوقت بتبقى سلك شائك حقيقي. الصفيح بيبقى حقيقي، كراسي الحديد بتبقى حقيقيه، بس الفرق هنا انهم مرتبين هيعملوا ايه في الماتش بالظبط. ده اللي يفرق المصارعه عن اي مجال قتالي تاني، لانها احداث مرتبه، بس مش معنى كده انها تمثيل او ان الاصابات فيها مش حقيقيه. بعد ما يخلص الماتش نلاقيه فجاه قام بس حس بدوخه وفقد توازنه واغمى عليه. يصحى من الغيبوبة، الدكتور يكلمه ويقول له انت بقى عندك مشاكل في القلب، والتحليل بان انه كان بياخد منشطات ومسكنات. فالدكتور قال له لازم تستريح، وكلام الدكاترة اللي انتوا عارفينه ده. علشان كده هتلاقي البطل بتاعنا بيتكلم مع الدكتور وهو مديله ظهر، بس لما سمع ان المرض ده هتهدد انه ما يلعبش مصارعة تاني، هنا لفله. قال له يعني ايه يا دكتور؟ قال له يعني زي ما بقول لك كده، لازم تبطل مصارعة. وهنا كانت الصدمة، تبطل مصارعة؟ ده كل حياتي، سيبك يا عم من اكل عيش، دي الحاجة اللي انا بحبها واللي بعرف اعملها، اسيبها بالسهوله دي؟ وهنا ادرك الحقيقه المره في انه بدل ما كان هيبطلها بمزاجه سابها غصب عنه. ونبتدي نشوفه انه خرج من المستشفى وعدى على الصيدليه علشان يجيب الادويه اللي عليه. والمخرج هنا يعمل كات ونجيبه في الشقه قاعد لوحده بيفكر في كلام الدكتور، في كادر عظيم يا جماعه، كادر كاتم على نفسنا، بتعكس احساس البطل دلوقتي. الدنيا شمس بره بس الكادر مضلم، ويبتدي يبص في المرايه، يشيل الضماده اللي على صدره ويبان ان في شق كبير في صدره. وهنا الدنيا بتخيره، الحاجة اللي انت بتحبها قصاد حياتك بالكامل. تحب تعيش وانت مش راضي عن حياتك، ولا تحب تموت بس وانت بتعمل الحاجة اللي بتحبها؟ بعد تفكير عميق من البطل قرر انه يعيش حياة تقليدية. وهنا بدأ رحلته في انه يصلح الحاجات اللي باظت في حياته، زي علاقته بينه وبين بنته اللي راح لها، بس بنته ما كانتش عاوزة تتكلم معاه لانه سابها من وهي صغيرة بسبب انشغاله عن العروض والشغل. واحدة واحدة بدأت العلاقة تتصلح بينهم هما الاتنين، وفعلا حددت له ميعاد في انه يخرجوا ويتقابلوا سوا، بس لسبب ما يروحش الميعاد ده، وبنته تزعق له وتغضب منه وتقول له ان انا مش عاوز اعرفك تاني، انت طول عمرك ما كنتش مهتم بيا ولا كنت شايف انك مخلف اصلا، انت تعيش طول عمرك كده وحيد. وهنا نفتكر قصة جيك ذا سنيك روبرتس اللي كان فيه مشاكل بينه وبين بنته بسبب انشغاله عن العروض والجدول المكثف اللي الدبليو دبليو كانت بتعملها، واللي بتخليهم حرفيا ما بيشوفوش اهاليهم بالشهور واحيانا بالسنين. وبعد كل ده نروح للقطة من اعظم لقطات الفيلم، المشهد اللي كان رايح فيها حفلة توقيع وبيحط بوستراته وحاجته في الترابيزة، والحفلة دي كانت مخصصة للمصارعين القدام، اساطير المجال ده زمان، بس للاسف عفى عليهم الزمن. واللقطة اللي قطعت قلبي هو انه لمح زميله المصارع القدير وهو بيمضي على اوتوجرافات لجمهوره اللي هو مش كبير، والكاميرا عملت كلوز اب لرجليه اللي ما بقاش قادر يقف عليها مع انه كان وحش وغول زمان. والمصارع اللي جنبه اللي كان
قاعد بكرسي بعجل. الناس دي ادت للمجال، بس المجال مدلهمش حاجه، مدلهمش حياه كريمه يعيشوا ويتسندوا عليها لسنين قدام. اللقطه دي قطعت قلبي بجد، لاني حطيت نفسي مكانهم. المخرج هنا بيذبحك بسكينه تلمة ويقول لك اهو الناس دي ما استفادتش حاجه، ويرجع ناس يقولوا المصارعه تمثيل وان دول ممثلين. انا معاك، بس على الاقل قدر تعبهم. فكر كده الناس دي بتعمل في نفسها ايه علشان تبقى قاعد قدام التلفزيون او قدام الكمبيوتر مبسوط وانت بتتفرج عليه. بص على الموضوع من كذا زاويه، من كذا جانب، ما تشوفش المجال بزاويه ضيقه. المهم بعد فتره واشتغل فتره في سوبر ماركت بيبيع جبن. حياه سهله، بيقبض فلوس، مستقر، بس ما فيهاش جديد. حس ان ده مش مكانه، لغايه لما يجي حد من الزباين يشبه عليه يقول ايه ده، هو انت مش المصارع المشهور؟ قال له انا المصارع المشهور، بس الكلام ده كان ايام الشقاوه يعني. قال لي ازاي ده انت كنت اسطوره وبطل، انا مش مصدق ان انت واقف قدامي دلوقتي. واحده واحده حس بقيمه نفسه، فقرر انه يضحي بالوظيفه ويسيب الشغل. ايوه يسيب الشغل، لانه مش شايف ان ده مكانه. انا مكاني في حلبة المصارعه، انا ده مش مكاني، انا مش هعيش كده. ويكلم البروديوسر فعلا ويقول له حدد لي ماتش بيني وبين المصارع الايراني اللي لعبت معاه ايام الثمانينات. وفعلا البروديوسر يحدد له ماتش ويبتدي يجهز نفسه للعرض، وهو كان عارف ان العرض ده هو اخر عرض هيحضره في حياته. صاحبته كانت بتقول له استهدى بالله وصلي على النبي وارجع لحياتك السابقه، انت نسيت كلام الدكتور انك لو جربت تلعب مصارعه تاني هتموت. قال لها عارف، بس دي حياتي، انا اتولدت عشان كده. هي المصارعه ما ادتنيش حاجه، بس ده مكاني وحابب ان اكون كده. قال لها انا هفضل العب مصارعه لحد اخر يوم في عمري، بس اكون بعمل الحاجه اللي بحبها. وقبل ما الماتش يتم يمسك المايك ويتكلم مع الجمهور ويقول لهم ان احتمال كبير يكون ده اخر ماتش ليا. الناس فاكره ان ده ماتش اعتزاله، ما كانوش يعرفوا هو كان يقصد ايه باخر ماتش ليه. وقال لهم انا فضلت سنين طويله بساعدكم وبديكوا امل في انكم تبقوا احسن، وتربيتوا على ماتشات اللي في الثمانينات، بس انا النهارده جاي اودعك. والناس تسقف له ويتاثروا بكلامه، بس الناس برضو ما كانوش ملمسين هو بيرمي على ايه، ما كانوش يعرفوا ان ده نهايته فعلا. يلعب الماتش والدنيا تمام، بس المصارع اللي قصاده يحس ان هو تعبان ومش مركز. طبعا هنا زي ما احنا عارفين المخرج ما يقصدش انه بيقاتل المصارع، هو هنا بيقاتل الحياه، بيقاتل الظروف، بيحارب المرض. ويجي لحظه الفينال واللي هو اجمد مشهد واعظم مشهد في تاريخ المصارعه وفي تاريخ السينما من وجهه نظر، هو المشهد اللي طلع فيه على ثالث حبل وعمل الحركه الشهيره بتاعته، بس المره دي عملها وهو بيعيط. هو مش قادر يمسك دموعه لانه عارف ان دي هتبقى اخر حركه يعملها، وفعلا ينط والفيلم ينتهي على كده والشاشه تسود. من اعظم الافلام اللي انا اتفرجت عليها اخر فتره. هو انا اتفرجت عليها من زمان، بس لما جيت اعمل الفيديو ده وفتحت الفيلم اتفرج عليه تاني حبيته اكتر، واكتشفت فيه حاجات انا ما كنتش واخد بالي منها. ولو عندك تحليل تاني غير التحليل اللي قلته في الفيديو ده اكتبها لنا تحت في التعليقات. بس احنا لسه ما جاوبناش على سؤالنا، احنا ليه بنتمسك بالحاجه اللي بتاذينا؟ لو عاوز رايي الشخصي، لان دي الحاجه اللي احنا شايفين نفسنا فيها، شايفين اننا مميزين فيها، شايفين ان احنا مبسوطين واحنا بنعملها. مش مهم العائد المادي، مش مهم هتشهر ولا مش هتشهر، المهم انها تكون حاجه انا بحبها من زمان وجربت على الاقل احاول ان اعملها. زي لعب الكوره، ما انت ممكن في اي وقت تصاب اصابه كبيره وبتمنعك بانك تمشي بشكل سليم بعد كده، بس انت بتحب الكوره وبتعشقها. روني كولمان بيحب كمال اجسام، بس فيديوهاته على النت جايبه انه ماشي بعصايه. الممثل اللي عمل الجوكر في دارك نايت عشان انغمس في الشخصيه مات بجد، لانه باختصار عمل الحاجه اللي بيحبها، حتى لو هيدفعوا الثمن على الاقل بيحطوا راسهم على المخده بيناموا ومش شاغلهم حاجه ومش متضايقين من حاجه وبس كده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو انت لسه مش مشترك اشترك معايا في القناه وقول لي تقييمك ايه للفيلم. يلا اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.